في البداية عايزين نرحب بالدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف وشعبة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. وفي البداية يعني موقع رسالة السلام بيرحب بحضرتك يا دكتور، وعايزين نسأل حضرتك يعني بداية في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان وإحنا داخلين يعني على الشهر الكريم شهر رمضان، عايزين نعرف فضائل الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد، مما لا شك فيه أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأحد الدعائم الهامة لهذا الدين الذي أمرنا بالتكافل الاجتماعي، حين قال ربنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام، شرعها الله عز وجل مراعاة لمصالح الفقراء. ومال الزكاة هو حق قال عنه ربنا في كتابه: وفي أموالهم حق معلوم، أي محدد للسائل والمحروم. بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة من لدن عهد النبي إلى يومنا هذا على وجوب إخراج الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وشرط أيضا أن تخرج إلى من أنت غير مكلف بالإنفاق عليه. ومن هنا نستطيع أن نقول أن هناك زكاة المال فلا تخرج إلا مال، هناك زكاة الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده. وعلينا أن نلفت الانتباه إلى أن الزكاة هي أمن قومي للأمة. الأمن مش مجرد أن احنا نعيش في أماكن فارهة وخلف أسوار عالية، لكن الأمن الحقيقي أن احنا نخرج الزكاة ونستجيب لله وللرسول لما يحقق مصلحة الفقير وبالتالي مصلحة الأمة بأسرها. جزاء من يمتنع عن دفع الزكاة إيه يا دكتور؟ هذا يعد قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه أن يبادر وأن يتوب وأن يندم وأن يستغفر وأن يدرك أن هذا الحق يعني هو دين، ودين الله أولى بالقضاء، فلزاما عليه أنه يبادر ويسارع بالتوبة وبالإنابة أولا، ثم يخرج ما عليه من زكاة. لو تأخر في سنة أو 2 أو 3 لزاما عليه أن يخرج، لأن هذا حبس لمال ليس من حقه أن يعتدي على أصحابه اللي هم الفقراء والمساكين، أو الثمانية أنواع الوارد تصنيفها في كتاب الله عز وجل. في مقال للكاتب والمفكر العربي الإماراتي علي محمد الشرفاء الذي أصدر كتاب الزكاة، وكان بيأكد إن لا يوجد نص قرآني وبيقول إن الزكاة 2.5%. لكن موضوع 2.5% هي آراء فقهاء وكتب التراث. خلينا نقول حاجة بس، احنا كل فترة كده بيخرج علينا بعض الناس، طبعا ربما تكون النية طيبة، لكن احنا عندنا القرآن بين ووضح. وهنا لما يجي يقول القرآن ما قالش كلمة أو جملة 2.5% تحديدا، طب ما هو القرآن ما قالش الظهر كام ركعة، ولا العصر كام ركعة، ولا العشاء كام ركعة. فيعني بلاش اللي احنا ننساق وراء كلام شكله منمق لكن حقيقته. أي طالب في أولى إعدادي أزهري هيقدر يجاوبك ويقول لك إن دور السنة أنها تأتي موضحة لما أتى مجمل، ومفصلة لما أتى مبهم. والله تعالى يقول بنص الكتاب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو من حدد هذا القدر، وصار على ضربه العلماء والفقهاء من بعد ذلك في كل عصر. وأجمعت الأمة من لدن عهد النبي إلى يومنا هذا على أنه يجب على الغني إذا ملك النصاب وحال عليه الحول أن يخرج في زكاة المال 2.5%. المفكر العربي برضو أستاذ علي محمد الشرفاء تساءل من أين جاءت النسبة المئوية التي اعتمدها الفقهاء 2.5%؟ جاءت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أنا بعت لحضرتك كل النصوص الخاصة بالكلام ده تقدر تضمنها. وسيدنا النبي هو من علمنا ان الزكاة اساسا بتقوم على الذهب والفضة، بالنسبة بنتكلم عن زكاة المال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ملك 85 جرام ذهب فما فوق بيخرج 2.5%. فاحنا بنقول 100,000 عليهم 2,500، 1,000 عليه 25 جنيه، المليون عليه 25,000. وجيل بعد جيل تناقل يعني تم تناقل هذا الأمر
إلى أن بلغ حد التواتر، يعني لا يوجد في التاريخ الإسلامي من شكك في الاتنين ونص في المية. اللهم إلا إن الدكتور علي جمعة مثلا لما جه يتكلم عن موضوع زي موضوع ان انا اخرج 10% قياسا على اللي هو عنده آلة او سيارة، فقال اخرج 10% بدل 2.5% على العائد، وده كان رأيه. ولكن احنا برضو بنميل الى الرأي اللي هو عليه حالة اجماع فقهي من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، ان احنا بنخرج 2.5%. طيب كمان تساءل الكاتب المفكر العربي أستاذ علي، وكان بيتكلم يعني من الذي جعل الزكاة تخرج بعد عام بالتحديد؟ ليه ما تبقاش كل شهر؟ ليه ما تبقاش كل أسبوع؟ ليه؟ يا رب يخرجها كل يوم، مفيش مشكلة. احنا عندنا المهم ان هي حالة الفرضية بتبقى بنخرج عن ما نملكه في كل عام مرة. مم. لو انا عايز اخرجها مقسطة كل شهر مم. يجوز، بشرط ان انا اعملها مقدم، يعني اخرجها مم. مقدم. يعني مم. انا عندي دلوقتي 1/1 مثلا 2023، مم. هخرج زكاتها مقسطة، يبقى مش هستنى لغاية 1/1/2024، لا، هبدأ من 1/1 اقسم المال واخرجه مقسط. لكن احنا هنا بنقول ان اجماع فقهي مستند الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، واجماعنا وعرف المسلمين من لدن عهد النبي انها تخرج في كل عام مرة، بدليل ان احنا بنقول ان من شروطها ان يحول عليها الحول، يعني مم. يمر عليها عام هجري كامل. مم. تمام يا دكتور، تمام. كمان يا فندم، يعني برضو مش عايز اطلع بره الموضوع دوت، غير لما نأكد، لان الكاتب كان بيتكلم، وكل آه، كل فكره وهمه هم فقراء المسلمين. نعم. يعني فحتة 2.5% دي برضو يعني شغلة بطريقة كبيرة جدا. ليه ما نروحش للكتاب، وفي آية كريمة بتقول خمسه لله ورسوله. لا، الخمس هنا فرض كما أن الزكاة فرض، مم. ولكن هنا بنتكلم على إن الزكاة بتكون من المال زي النبي محددها: الذهب، الفضة، من الإبل، من البقر، من الغنم، أو من الزروع والثمار. مم. أما الزكاة أو الخمس الذي يتحدث عنه هو فريضة، كما أن الزكاة فريضة، لكنه بيؤخذ منين بقى؟ من أولا غنائم الحروب، أو من المعادن، يعني من المعادن اللي هي بداخل الأرض والكلام اللي احنا عارفينه. مم. فاحنا بنخرج منها الخمس استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن. فاحنا بنتكلم عن موضوعين هما القاسم المشترك بينهم ان كلاهما فريضة، الاثنين فرض فرضه الله سبحانه وتعالى. لكن ده موضوع قائم بذاته، او فريضة قائمة بذاتها، ودي فريضة قائمة بذاتها، مم. فما فيش ما يدعو لتداخل الفريضتين في بعض. مم. هل سؤال بقى بطرحه على حضرتك، هل لو احنا اتبعنا الآية الكريمة وكل مسلم أخرج 20% وليس 2.5، هل ذلك سيكون فعلا خير لفقراء المسلمين وفقراء الأمة؟ الحقيقة الدين بين ووضح بما لا يدع مجالا للشك إن الزكاة بالإجماع 2.5%. ففكرة إن أنا أضيف للدين أو أحذف من الدين هذا أمر لا نقره، ولكن فتح ربنا سبحانه وتعالى لنا باب الصدقات. يعني إحنا عندنا ناس لا يتوقفوا عند فكرة 2.5%، بالعكس، ده في كل ما هو مطلوب منه مم. بيزيد بأضعاف أضعاف، بل مئات الأضعاف وعشرات الأضعاف. وبنشوف في مجتمعنا حالة التكافل الاجتماعي بسم الله ما شاء الله، يعني دايما احنا بنؤكد عليها. وبنيجي في الأيام المباركة بيخش علينا حصاد رمضان، ورمضان يعني بيئة خصبة لتنمو فيها الزكاة وأعمال الخير والمبادرة والمساهمة والجود مم. بكل ما يملك الإنسان من أموال أو عقار. كلنا عارفين الكلام ده كله وبنؤكد عليه. لكن أنا ما أجيش أقول إن ربنا فرض الصلاة 5 فإيه راكبوا 6 أو 7 أو 8،
لا، ده نوع من انواع الهوى، واحنا كده هنخرج عن صحيح الدين زي ما بنقول. لكن الاولى ان احنا نحافظ على هذا الدين كما وردنا من الصادق صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تمام يا دكتور. كمان يا فندم يعني عايزين نتطرق لمشكلة خطيرة قوي، يعني بتهدد أمن المجتمعات العربية والإسلامية: الطلاق. والكاتب المفكر العربي الأستاذ علي محمد الشرفاء أصدر كتابا تحت عنوان الطلاق يهدد أمن المجتمع. وكنا عايزين يعني نعرف من حضرتك يعني نسب الطلاق اللي زادت الأيام ديت. يعني الحلول ايه؟ الحلول من وجهة نظر الدين. الحقيقة في مشكلة، يعني في مشكلة في موضوع يعني أسباب الطلاق، وأسباب الطلاق كبيرة. قد يكون من بعضها الزواج المبكر في بعض البلاد وبعض القرى، قد يكون من بينها العامل الاقتصادي، قد يكون من بينها إن إحنا لم نؤهل الفردين أو الزوجين تأهيل من خلاله يقدروا إن هم يعني يشعروا بالمسؤولية وبعظم المسؤولية الملقاة عليهم. الحقيقة دي مشكلة كبيرة جدا انتشرت. احنا عندنا في مصر كل دقيقتين حالة طلاق كما تقول الإحصائيات الرسمية. بعض البلدان الخليجية نفس المشكلة. الحقيقة في أزمة كبيرة جدا 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 تحتاج إلى يعني أصحاب العقول، وتحتاج إلى المشرعين إن هم يحاولوا يضعوا من الضوابط والاشتراطات ما يجعل من يقدم على الزواج مؤهل فعلا لأنه يعقد هذا العقد، لأن ربنا سماه ميثاق غليظ. لكن للأسف احنا النهاردة عندنا أزمة، وشفنا كلنا المعركة الشهيرة بتاعت الطلاق الشفوي في مصر. ويمكن أنا ممن يؤمنون بأن الطلاق الشفوي هيجي عليه يوم من الأيام وهيقيد، ومن حق الحاكم أن هو يقيده. يعني من حق، ده أحد الحلول اللي أنا بطرحها، من حق ولي الأمر أن هو يقيد المباح، ويعني يقف بالمرصاد لفكرة التلاعب واستسهال الطلاق وضياع الأسر وخراب البيوت. ففي أسباب عديدة للموضوع ده. احنا بحاجة كلنا ان احنا نقف كمؤسسات وكدول وكمنظمات، سواء منظمات دولية او مجتمع اهلي، ونناقش ايه هي الاسباب، ونحاول ان احنا نقدم ما ينفع الناس ويحافظ على الكيان الاسري. شايف ازاي برضه يا دكتور يعني تأثير هذه الظاهرة على الشعوب العربية؟ يعني للأسف أنت بتصاب بحالة وهن وحالة ضعف. يعني سيدنا النبي لما قال توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أحد الصحابة بيقول له: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني إحنا هنا في هشاشة فكرية، محتاجين يعني نقوم مرة أخرى بإعادة بناء الشخصية القوية السوية السليمة على ضوابط وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في نوع من أنواع الاستهتار، للأسف الشديد إن شئت قل ذلك. في استهتار قوي جدا جدا بهذا العقد الشريف وبهذا الميثاق الغليظ، نتيجة لعدم وجود رادع. ولذلك مصر النهاردة بتعيش برضو احنا بنستشرف وبنحاول نقدم مقترحات لقانون أحوال شخصية يحاول أن يحافظ على الكيان الأسري، وما يخليش الطلاق أمر سهل كده. يعني حد رايح يجيب 2 كيلو فاكهة فيحلف بالطلاق، فخلاص مراته بقى طالق واتحرمت عليه، ونخش في دايرة هو طلقني، لا أنا ما طلقتش، الكلام ده كله. فأنا ممن يميلون إلى إني زي ما بتجوز على يد المأذون من خلال الدولة والورق الرسمي، أيضا لا يصرح لي الطلاق ولا يعتد بالطلاق إلا إذا كان من خلال الدولة أيضا. تمام يا دكتور. كمان الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء كان بيقترح في الكتاب بعقد نكاح يكون مكتوب وفقا لمنهاج القرآن الكريم للمقبلين على الزواج للحفاظ على حق المرأة بالتحديد بعد الطلاق. فشفت ده ازاي او شفت، انا قريت الحقيقه حاجات اه يعني حاجات لطيفه، يعني مم. حاجات لطيفه، لكن هي ملهاش علاقه بالعقد ذاته. يعني هو ممكن يقدم كمقترح مثلا، في زي ما بنعمل في مصر القانون الاحوال الشخصيه. الازهر قدم ماده 286 مم. ماده
أو قانون مقترح بين سنتين ثلاثة. كل الجهات بتقدم، مجالس النيابية ده دورها إن هم يشرعوا ما يحافظ على استقرار الأسرة العربية أو الأسرة المصرية بالنسبة لنا في مصر. ويمكن أنا كنت من ضيوف الشيخ زايد وملم شوية بالحال في الإمارات. إحنا كلنا بنتمنى أن يصدر من التشريعات ومن القوانين ما ينصف الأسرة، وأن نبحث عن المصلحة العليا للأسرة مش لفرد. احنا عندنا حالة من التناطح في مصر ما بين الزوج والزوجة، هو شايف ان هو مظلوم وهي شايفة ان هي مظلومة. قانون الرؤية، كل دي ممكن تضمن كأفكار جيدة جدا وتقدم، بشرط ان انا اكون بستهدف الحفاظ على الكيان الأسري، مش انتصر للمرأة ضد الرجل او للرجل ضد المرأة. تمام يا دكتور. ولكن يا دكتور، هل حضرتك مش شايف ان احنا مجتمعات ذكورية؟ مجتمعات ذكورية، العالم كله مجتمعات ذكورية، مش المنطقة العربية بس، كل العالم مجتمعات ذكورية. والمرأة في الغرب للأسف الشديد برضو للأسف بتزدرى أيضا، برغم يعني الصورة اللي بتنقلها هوليود على الشكل العصري. لكن احنا بنشوف ان الإسلام مش كده. الإسلام كرم المرأة. الإسلام الزواج فيه عقد ديني وليس عقد مدني، بيحافظ على الكيان الأسري، بيحافظ على حق الرجل وحق المرأة وعلى حق الجنين او الطفل الصغير، حقوق الاطفال. فكل دي منظومة. احنا بس عندنا اشكالية ازاي نطبق. عندنا فجوة ما بين النظرية والتطبيق. عندنا دين، عندنا كتاب، عندنا سنة، عندنا يعني ما يضمن لنا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. لكن للأسف الشديد دايما احنا عندنا إبداع في حالة الإفساد في الأرض، إن إحنا بنحاول دايما وأبدا نخترق القوانين ونضرب بالمبادئ عرض الحائط. عشان كده بنقول نحن بحاجة إلى قانون أحوال شخصية يراعي الكيان الأسري ويحافظ على دعائم الأسرة المسلمة. تمام يا دكتور. طيب يا فندم، كمان كنت عايز أسأل ازاي يعني المؤسسات الدينية تقدر تساعد المقبلين على الزواج في التوعية والفهم بقيمة الحياة الزوجية؟ الحقيقة الأزهر وهو من هو في مكانته كمؤسسة عالمية ريادية قدم كذا مبادرة، قدم مبادرة مودة، وقدم لتعاونوا، وقدم كل ما من شأنه إن احنا نحاول إن احنا نجمع الشمل. ودايما دايما الأزهر اهتمامه قوي جدا جدا بالحياة الأسرية، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع. فلو قدرنا نقدم أسرة قوية متماسكة يبقى النتيجة هنبقى أمام أمة قوية متماسكة. لكن إذا تخاذلنا للأسف الشديد هنجد ضعف ووهن يعني لا نتمناه لأمتنا. فالمؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو وزارة الأوقاف كله بيحاول جاهدا انه هو يقدم ما من شأنه، انه هو يقرب وجهات النظر، انه هو يعرف الناس يعني الزوج بحقه ويعرف المرأة بحقوقها، ويحاول ان هو دايما جاهدا من خلال الخطاب الديني المستنير ان هو يجمع ولا يفرق، ان هو يبني ولا يهدم. ويمكن ليس أدل على ذلك من عدة مبادرات زي ما قلت لحضرتك مودة، وفي مبادرة وتعاونوا. كل دي مبادرات أطلقتها المؤسسات الدينية في مصر للحفاظ على الكيان الأسري. تمام يا دكتور. كمان كنا عايزين نسأل حضرتك موضوع العنف داخل الأسرة، العنف الأسري وتأثيره على الأطفال. العنف ظاهرة للأسف استفحلت وتوحشت وأصبحت قوية جدا في المجتمع. منها أسباب، لها أسباب عديدة. أسبابها قد تكون في بعض الأحيان اقتصادية، قد تكون لضعف الوازع الديني، قد تكون أيضا بسبب انتشار المخدرات. وده عامل مهم جدا ما بنحاولش إن احنا نقف أمامه ونتصدى له ونبرز خطورته. فنتيجة للانفتاح اللي العالم بيعيشه واللي الأسرة أساسا بقت احنا النهاردة عايشين في الكوكبية أو العولمة، خلاص يعني العالم بقى قرية واحدة، الكل بيعيش في شكل مختلف من الحياة. بنتأثر ببعضنا البعض، البعض بيشوف نموذج في اليمن أو في الشمال أو في اليمين عايز يقلده. كل دي يعني عوامل وصلتنا لما نحن فيه. أنا ممن يدعي أن بعض الأعمال الفنية يعني للأسف يعني شرعنت للعنف وأسست له.
في فترة من الفترات، وكلنا بنشوف الكلام ده. لكن خلينا نقول ان العنف دايما محتاجين برضو نشتغل على، اولا يبقى للدولة دور، للمؤسسات المجتمع المدني دور. الغرب عنده عنف غير مبرر، بنشوف اطفال بيتقتلوا، بنشوف موتور بيدخل يقتل كل اللي في مدرسة او في فصل دراسي، واحداث عنيفة. احنا هنا برضو بعض الاحداث هي وإن كانت لم تستفحل، يعني ما وصلتش للحالة الكبيرة إن أنا أسميها ظاهرة، إلا أننا يجب إن إحنا أن نتصدى، وإننا نحاول دايما نفتح فرص عمل للشباب، ونحاول إن إحنا دايما نخلق كوادر شابة، ودي بتقوم بيه بعض المؤسسات عندنا. ويمكن اهتمام من القيادة السياسية بتمكين الشباب من خلال مؤتمرات الشباب وغيرها، للوصول إلى جيل عصري مستنير، يقدر إن هو يتعامل بعقلانية أكثر من إنه يميل إلى العنف. حضرتك شايف مين المسؤول عن العنف داخل الأسرة؟ العنف ده ما هو انت مش هتقدر تقول مين المسؤول بقدر ما هتقدر تدرس كل حالة على حدة. يعني مم. العنف ليه أسبابه، قلنا مم. أسباب مجتمعية، مم. قلنا أسباب مادية، قلنا أسباب للأسف نتيجة لانتشار ظاهرة المخدرات وغيرها. لكن برضو ساعات غياب القائد، مم. ربان السفينة، مم. بيبقى مسافر لبلد من البلاد بيشتغل، أو بيبقى في بلده بيشتغل شغلتين نتيجة للظروف المادية، ونتيجة لحالة التضخم، ونتيجة للأزمات اللي بيمر بها العالم. كل دي أسباب للأسف الشديد. ولكن دايما بنقول إن العودة إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، فكرة إن احنا نخلق حالة من التوازن النفسي بين الناس، ده شيء مهم جدا جدا. أيضا احنا ما بنعترفش بالمرض النفسي، بنعتبره ضرب من الجنون مم. وبنعاير بعضينا بيه، مم. ودي كارثة الكوارث. نحن بحاجة إلى أننا نؤمن بالعلم ونطوع العلم لكي نقضي على مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية، لأن ده في النهاية، وإحنا بصدد بناء دولة أو جمهورية جديدة، الهدف منها إيه؟ الهدف منها الفرد الواعي المستنير، المحب لوطنه، المحب للحياة. يعني إحنا كان عندنا خطاب ديني قديم للأسف من فترة السبعينات، يمكن ظل هذا الخطاب دايما يعني قاسي جدا جدا جدا، فأنتج برضو نوع من أنواع العنف اللي كلنا دفعنا ثمنه غالي جدا. شايف إزاي ضرب الرجل للمرأة؟ ضرب الرجل للمرأة للأسف الشديد، يجي يقول لك يا أصل القرآن قال كذا. لا، أنا بفهم القرآن من خلال تطبيق النبي للقرآن. مم. النبي لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه امتدت يده لضرب امرأة قط مم. طيلة حياته. مم. لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. مم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مم. سيدنا النبي يقول لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم، النساء شقائق الرجال. مم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل معيار الرجولة إكرام المرأة ووضع المرأة في المكانة اللائقة، وهذا ما يجب أن نتركه كمادة تعليمية ينشأ عليها جيل يقدر قيمة المرأة ويحترم المرأة ويكتشف أنها جزء من كينونته. لأن كان في خطاب عبثي كان دايما يفرق بين المرأة والرجل، ويقول إن الرجل أذكى من المرأة ولذلك هو بيتولى كل المناصب، لكن هي لا. فيجي القرآن يبين لنا ان معيار الذكاء ومعيار الفهم والاستنارة عند الرجل والمرأة واحد، بدليل العدالة في الحساب. الله يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى هنا قطع الله الطريق على كل متربص انه يدعي انه افضل من الاخر، المعيار واحد. كمان نتائج الثانوية العامة بنلاقي ان البنات بيتفوقوا على الولاد، فخلاص النظرية دي هدمت لانها نظرية اتت من جهالة. البعض بيقول لا ان هو افضل، الله قطع الطريق وانزل سورة سميت بسورة النساء، قرر في اول آية انه خلقنا من نفس واحدة، فلا يوجد مدعاة لكي يتعالى طرف على طرف. حتى الظواهر السلبية للعالم الذكوري، الختان، والختان زي ما احنا عارفين يعني عادة للأسف مجتمعية وليست من الدين. والدليل على ذلك أتحدى من يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختن واحدة من بناته. ولكن عملية الختان في مجتمعاتنا هي جريمة
فيها يعتدي الإنسان على هذه البراءة أو الطفلة بدعوى إن هو لا يثق فيها، فيريد إن هو يطمئن إلى أنها لن تخرج عن المألوف ولن تخترق النسق الأخلاقي، فبالتالي بيقوم بعملية تشبه عملية الوقت. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على أن يربي وأن يعلم وأن يوجه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ختن واحدة من بناته. شايف ازاي يعني دور المرأة العربية داخل مجتمعاتنا العربية، وهل شايف ان المرأة واخدة حقوقها داخل المجتمعات العربية؟ الحقوق دي قضية نسبية، لكن المرأة حينما يعني يتم تعليمها وتأهيلها وإن هي تخرج للعمل، أنا شايف إن ده أفضل ضمانة ليها إن هي تتعلم. المرأة التي لم تنل قسطا من التعليم هي المرأة المظلومة، هي المرأة المصدرة، هي المرأة التي لا قيمة لها ولا اعتبار للأسف. الهدف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. كل النصوص بتؤكد ان طلب العلم هو الحصانة الأساسية، لأني بقدر أخلق عقلية ناقضة قادرة على إنها تفكر وتبدع وتأخذ حقها في المجتمع. فكرة إن أنا أعتمد على الكوتا، إن أنا أعمل لها قانون خاص، خلاص دي فكرة عفى عليها الزمن. نحن بحاجة إلى إن المرأة تخرج، لأن الحقوق بتنتزع ولا تمنح. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا شكرا، دكتور ابراهيم تحياتي. رضا. شكرا جزيلا.